طريقة اللحمة النهاردة لازم تحفظيها عشان في العيد اكيد هتحتاجيها. عامل لكم النهاردة اللحمة باللبن والخضار بطريقة يا جماعة حصري واول مرة على اليوتيوب، بطريقة بجد عبقرية. عايزاكم بقى تشتركوا في قناتي وتحطوا لايك للفيديو، وعايزاكم تشيروا الفيديو ده لحبايبكم بقى عشان يشوفوا الوصفة دي. قناتي اكلاتي واختراعاتي. شايفين الجمال؟ عايزة بتقول لكم بتدوب في البق. تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجه بجيب معايا هنا، عايزه تجيبي نص كيلو لحمه، كيلو اللي انت عايزاه، تمام. بجيب بقى طاسه وبنزل فيها سمنه كده، اخلي السمنه تسخن، وبنزل بقى اللحمه علشان عايزه اشوحها كده شويه، عايزه لونها يتغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بنزل عليها بعد كده شويه من الفلفل، تمام، وهنزل كمان شويه من الملح، تمام، يعني شويه فلفل وشويه ملح بس. بعد كده بتقلبي بقى اللحمة في الفلفل والملح، يعني عايزاها تتشوح كده شوية وتتشمع كده في السمنة، تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزة اقول لكم النهاردة هعمل لكم لحمة تحفة، لازم تحفظوها عشان بجد العيد قرب بقى وهيبقى عندكم لحمة وعايزين تنوعوا في الوصفات. اعملوا بقى الوصفة دي. هحط هنا شوية من السبع بهارات، تمام. انا مش هحط يعني بهارات كتيره، لا، هي بس البهارات اللي انا بقولك عليها دي هي اللي تحطيها، تمام. الاول ملح وفلفل وبعدين شويه كده من السبع بهارات. بتقلبي بقى السبع بهارات كده اللي احنا حطيناهم في اللحمه كده. وهاخد بقى هنا كوبايه من الحليب، والنهارده بقى زي ما قلت لكم هعملها، هسويها لكم كده، يعني هاخدها بقى نص سوا كده بكوبايه الحليب دي، تمام. عايزه اقول لكم يا جماعه هتفرق جدا في الطعم وهتخليها بجد طعمها كده يعمر الدماغ. حته لحمه هتاكليها تعمر دماغك. بصوا بقى، بقلب بقى كوبايه اللبن لغايه لما تغلي كده، وبغطي عليها، يعني انا اصلا يعني بقلبها وبغطي عليها، عايزه بقى اللحمه تستوي في كوبايه اللبن دي، وتوطي عليها، ماشي، هتغطي عليها وتوطي عليها بس، وتسيبي بقى ايه الغطا بس موارب شويه، تمام. وتسيبيها بقى كده يعني لمده نص ساعه، تمام. بصي بس كل شويه بصي عليها عشان برضو إيه تشوفيها يعني ايه اللي نقصت ولا لا، عشان ما تتحرقش، يعني فاهمه. اهم حاجه انا مش عايزاها تنشف، مش عايزه اللبن ينشف قوي. بصوا انا عايزه اللبن يتحول للصوص البني ده، بصوا الصوص ده، وفي نفس الوقت يكون القل بقى مش زي الاول، تمام. بعد كده حبايبي بجيب بقى بصلايه كبيره مفرومه في الكبه صغير كده، بنزلها على اللحمه بتاعتي وبقلبها، باخدها كده بقى كام تقليبه كده، تمام، بحيث بس ان انت تشمي كده ريحه البصل، يعني تقلبيها كده بس لمده دقيقه. بعد كده بنزل عليها من 4 ل5 فصوص من الثوم مفرومين في الكبه برضو ناعم. برضو هقلب الثوم برضو مع اللحمه مع البصل مع كله كده، وزي ما قلت لك برضو اما تشمي ريحه برضو الثوم يبقى كده تمام، ماشي. اهي بتقلبي بقى اللحمه بالبصل بالثوم بالشكل ده. بعد كده حبايب قلبي، بعد ما بقلب بقى كده بنزل شويه من الفلفل، وبنزل شويه كمان من دبس الرمان. دبس الرمان عايزه اقول لكم بيفرق جدا في طعم اللحمه وفي طعم الفراخ. لما تيجي تشوي الفراخ برضو حطي شويه من دبس الرمان. بحط كمان شويه كده من الزعتر، يعني نص معلقه كده من الزعتر، بتفرق جدا في الطعم. بقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا بالشكل ده. عايزه بقى كل الحاجات اللي انا حطيتها دلوقتي على اللحمه لما تقلبيها كده تتشرب منها بقى كده وتتشمع منها كده، تمام. بعد كده حبايب قلبي بصوا بقى، عاوزين تكتفوا بكده تمام يعني وخلاص، وعاوزين بقى تحطوها تزودوها بقى مثلا كوبايتين ميه مغليه وتحطوها في الفرن، ماشي. يعني عايزين تستغنوا عن حته الخضار اللي انا حطيته ده مفيش اي مشكله، لو عايزين تاكلوها كده من غير خضار، تمام. لكن انا بقى الاضافه اللي انا هضيفها، حطيت هنا جزر وكوسه وبطاطس، تمام، عشان بقى يبقى وجبه كامله متكامله. عايزه بقى تاكليها بالعيش، عايز تاكليها بالرز براحتك بقى، يبقى كل كده العناصر الغذائيه موجوده. بعد كده يا حبايب قلبي بنزل بقى يعني من كوبايتين كده او كوبايه ونص من الميه المغليه، تكوني غلياها كويس وتنزليها على اللحمه او الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
تمام. بعد كده حبايبي انا هضيف اضافة، لو عايزين تضيفوها ضيفوها، مش عايزين تضيفوها براحتكم خالص. تمام. بس عايزه اقول لكم بتفرق جدا في الطعم. اول حاجه بس بتقلبوا كده اللحمه مع الخضار كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجه يعني اللحمه كده تدخل كده مع الخضار، بحيث ان الخضار اللي احنا حطيناه ياخد بقى من طعم كده صوص اللحمه كده ومن اللحمه. تمام. بصوا بقى، هحط هنا بس، هزود هنا بس نص معلقه كده او معلقه من الملح، عشان احنا ما كناش حاطين ملح خالص، غير رشه كده على اللحمه في الاول خالص. لازم تظبطي ملحها وتدوقيها. تمام. اهو بصوا بقلبها بقى كويس كده بالشكل ده، وهي دي الاضافه اللي انا قلت لكم هضيفها. عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين براحتكم. كريمه الطبخ، عايزه اقول لكم هتنقل الوصفه دي في مكان تاني خالص. تحفه يا جماعه بجد تجنن. عاوزين تحطوها تمام، مش عاوزين حطوا كوبايه لبن او نص كوبايه لبن تاني. تمام. بتقلبوا بقى الكريمه مع الصوص مع اللحمه مع الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بقفل عليها بقى وهدي النار واسيبها بقى كده لمدة نص ساعة او ساعة الا ربع على نار هادية. اللحمة تاخد بقية السوا بتاعها والخضار كمان يستوي. وجبة تحفة يا جماعة، لازم تجربوها بطريقتي هتعجبكم جدا. بصوا حلوة قوي قوي قوي، شايفين الشكل؟ هي تحطيها كده على السفرة بجد هتشرفك. جميلة جدا. عايزة بقى تحطي رشة بقدونس على الوش تمام، مش عاوزة مفيش اي مشكلة. لو عملته بقى جنبها كمان طاجن رز معمر في الفرن، واو، تخرجي اللحمة وتدخلي بقى طاجن الرز المعمر وتاكليهم مع بعض، تجنن. عايزة اقول لكم البطاطس مستوية جدا، الكوسة كمان استوت والجزر استوى، كل حاجة استوت، واللحمة طبعا مستوية يعني بتدوب في البق. عاوزين بقى تاكلوها بالعيش، عاوزين تاكلوها زي ما قلت لكم برز، عايزين تعملي رز بشعرية، رز حبة وحبة، رز معمر، اللي انت عايزاه. بجد تجنن. كل سنة وانتم طيبين، العيد قرب، عايزين تنوعوا بقى وتعملوا وصفة مختلفة كده باللحمة في العيد. جربوا طريقتي دي وابعتوها لحبايبكم يتعلموها ويجربوها، وان شاء الله تدعيلي من جمالها. انا عن نفسي كلتها بالعيش كانت تحفة، وبألف هنا وشفا للي يجربها بطريقتي مقدما. عاوزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة وباي باي.